راكم حاملين على أكتافكم مجد ثقيل، اللي هو المجد نتاع 1.5 مليون نتاع الشهداء. هذا المجد أيها الإخوة، هذا 1.5 مليون نتاع الشهداء راكم حاملينه على كل حال، ولازم تشرفوه. احنا نطلب منكم شي واحد، الشعب على كل حال الجزائري يطلب منكم شي واحد، الأمهات الجزائريات اللي كانوا يزغرتوا على أبنائهم لما يخرجوا على كل حال الحرب ويخرجوا بصدور عارية، هؤلاء الأمهات حتى وإن كان ما زالوا ما مسحوش كل الدموع نتاعهم، هؤلاء الأمهات راهم اليوم مستعدات باش يزغرتوا عليكم شهداء ويزغرتوا عليكم منتصرين. فأمامكم طريقين، طريق الاستشهاد وطريق الانتصار. عندما نادى الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين نداءه المشهور لأبنائه لنصرة العروبة في أرض مصر رفقة الجيوش العربية، كان القرار التاريخي الذي نفذ على وجه السرعة رغم الاستقلال المبكر للجزائر وحداثة الجيش الوطني الشعبي للبلاد. انطلقت قوات الجيش الوطني الجزائري من منطقة تلاغمة، جيش مكون من الفوج الثامن للمشاة المقسم إلى عدة فيالق، فيلق دبابات وفيلق للمشاة الميكانيكية وآخر لمدفعية الميدان والمدفعية المضادة للطيران وفيلق من كتائب الإسناد. قوة عسكرية يسيرها أكثر من 2000 جندي تحت قيادة 812 ضابط صف في إمرة 192 ضابطا. سارت القوات الجزائرية برا نحو القاهرة مرورا بالأراضي التونسية والليبية، هذه الأخيرة التي كانت بها قاعدة للطائرات الجزائرية المساندة للقوات البرية والمكونة من سرب طائرات ميغ 21 وسربين من طراز ميغ 17 وسرب من طراز سوخوي 7. موازاة مع الدعم العسكري الجزائري، اتجه الرئيس الراحل هواري بومدين إلى روسيا في نوفمبر 73 900 وألف قصد شراء أسلحة وعتاد حربي للجيش المصري والسوري في صفقة تاريخية قيمتها 100 مليون دولار آنذاك. بعد 13 يوما من السير لقوات الجيش الجزائري قاطعة مسافة قاربت 4000 كيلومتر، وصل الدعم إلى القاهرة ليتلقى الأمر بالتوجه نحو جبهة القتال في 31 أكتوبر 73 900 وألف، لينضم إلى معسكره بين 6 و7 نوفمبر 73 900 وألف. شكلت القوات الجزائرية لدى التحاقها بالفيلق الرابع المدرع للجيش المصري عونا وسندا ميدانيا، وهذا ما شجعه على التقدم نحو الأهداف ومكان التواجد الإسرائيلي خاصة بعد عبور خط بارليف. اشتدت أوزار المعركة في الجهة الشرقية لقناة السويس طيلة 4 أيام، والتي كان فيها الجيش الجزائري في مواجهة الدبابات الإسرائيلية، تاركا الجيش المصري يغير من خططه بأمان حين استبدل قواته المقاتلة بوحدات الحرس الجمهوري. معارك ضارية قام بها الجيش العربي ضد العدو الإسرائيلي كبده خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وأبرز هذه المعارك ما حدث في ميناء الأديبة الذي كان تحت حماية القوات الجزائرية، عندما سقط اللواء مدرع 178 بقيادة الجنرال شارون، والذي أبيد عن آخره ما عدا 5 قيادات استطاعت الفرار لتسرد التاريخ الحقيقي للكارثة الإسرائيلية، من بينهم شيفتاي تيبت وإريال شارون و3 جنود من حراسهم.
استطاعت القوات الجزائرية في هذا الانتصار إسقاط طائرة أمريكية عملاقة من طراز سي 5 جالاكسي وتدمير 172 مركبة مجنزرة وقتل 900 جندي إسرائيلي. ترتب عن هذا الانتصار إقالة رئيس الأركان الصهيوني ديفيد إليعازر من منصبه بقرار من رئيسة الوزراء آنذاك غولدا مائير. حقا انتقلت القوات الجزائرية من بلدها قاطعة أكثر من 4000 كيلومتر لإسقاط الجيش الإسرائيلي في وحل الهزيمة وإقالة رئيس أركانه الذي لم يشهد هزيمة مثلها قط. مواجهات عنيفة سببت خسائر بشرية ومادية، حيث تحطمت طائرتان من نوع سخوي 7 وأخرى من نوع ميغ 21 لتزداد الخسائر مع كثافة الهجمات وطول مدة المعارك إلى غاية 8 يناير 74,900 حين أمضى الطرفان المصري والإسرائيلي اتفاقا يقضي بوقف العملية العسكرية. وبموجب هذا الاتفاق انسحبت القوات الإسرائيلية من السويس وتم إجلاء قوات الفرقة الثامنة من أرض العمليات لتصبح بعدها القوات الجزائرية قوة احتياطية تحت إمارة الجنرال بدوي. بعد وقف العملية العسكرية تمركزت قوات الجيش الجزائري في منطقة تتوسط القاهرة والسويس لمواصلة تحضيراتها العسكرية في حال تجدد القتال. لقد برهنت القوات الجزائرية للفرقة المدرعة الثامنة على إتمام مهمتها على أكمل وجه من خلال ما قامت به ميدانيا، وخير دليل على ذلك ما سببته للعدو الإسرائيلي من خسائر في الأرواح والعتاد. تلقت القوات الجزائرية الأمر بالعودة إلى قاعدتها في الجزائر يوم 8 يونيو جوان عام 75,900 بعد أن تركت لدى الشعب المصري وجيشه فرحة الانتصار وانطباع الإعجاب الممزوجين بالمحبة والشكر للجيوش العربية كافة. بواسل قوات الجيش الجزائري بدأت العودة إلى أرض الوطن عبر دفعات كانت أولاها يوم 16 من يوليو جوان 75,900 من ميناء الإسكندرية، حاملة معها تاج العروبة التي توهمت إسرائيل أنها قادرة على كسره، لكن إرادة رجال الأمة العربية قدرت ونفذت ذات يوم في قضية لا مساومة فيها. شريف طلحة غربي، مكتب نوميديا نيوز، الجزائر.